قبل ما نبدأ، خليني أقولك حاجة صعبة شوية. أنت مش فاشل، وأنت مش ضعيف، وأنت مش قليل حيلة. أنت بس مش ملتزم. مشكلتك إنك بتبدأ كتير وبتكمل قليل. كل مرة تقول المرة دي غير، المرة دي هكمل، وبعد شوية تسيب. وده مش عيب أخلاقي، ده خلل في الالتزام. الفصل الأول: الالتزام مش شعور، ده سلوك. أغلب الناس مستنية تحس بحاجة، مستنية الحماس، مستنية الدافع. بس خليني أقولك الحقيقة بوضوح: لو استنيت الإحساس، عمرك ما هتلتزم. الالتزام يساوي فعل، مش إحساس. مثال واحد: طالب داخل امتحان، مش دايما بيبقى عايز يذاكر، بس بيقعد ويفتح الكتاب غصب عنه. مثال تاني: موظف ناجح، مش كل يوم بيحب شغله، بس كل يوم بيحضر نفسه وينفذ. مثال تالت: شخص بيصلي، مش دايما قلبه حاضر، بس بيقوم ويقف وينفذ. الالتزام هو إنك تتحرك رغم إنك مش جاهز. الفصل التاني: ليه بنسيب في النص؟ إحنا مش بنسيب علشان فشلنا، إحنا بنسيب علشان النتيجة اتأخرت. إحنا عايزين تعب سريع ونتيجة فورية، بس الحياة شغالة بنظام مختلف: تعب مستمر ونتيجة متأخرة. مثال واحد بدأ دايت، بعد أسبوع الميزان ما اتحركش، قال مش نافع وساب. مثال تاني: شاب بدأ يتعلم مهارة، أول شهر حس إنه تايه، قال مش موهبتي ومشي. مثال تالت: صانع محتوى، 10 فيديوهات، 0 مشاهدات، قال اليوتيوب لولم وساب. الحقيقة النتيجة كانت قريبة، بس هو مشي بدري. الفصل الثالث: الالتزام بيتبني بالتصغير مش بالتكبير. إحنا بنقع لأننا بنحط حمل تقيل من أول يوم. هغير حياتي، هصحى 5 الفجر، هتمرن ساعتين. ده مش التزام، ده اندفاع. الالتزام الحقيقي بيبدأ صغير جدا. مثال واحد: شخص قرر يقرأ صفحة واحدة يوميا، بعد سنة بقى قارئ. واحد قرر يعمل 5 ضغطات، بعد شهور بقى عنده عادة رياضة. شخص قرر يتعلم 10 كلمات لغة، بعد سنة بيتكلم. الالتزام مش في الكمية، الالتزام في الاستمرارية. الفصل الرابع: الالتزام الحقيقي بيبان في العتمة. محدش بيشوفك وانت بتقاوم النوم، وانت بتقفل الموبايل، وانت بتكمل وانت تعبان، وده أهم وقت. مثال واحد: شاب بيشتغل طول اليوم ويرجع يتعلم ساعة بالليل، محدش مصفق له، بس هو بيبني نفسه. مثال تاني: بتطور نفسها بعد ما البيت ينام، في صمت كامل. مثال تالت: رياضي بيتمرن في أيام ما فيهاش بطولة ولا كاميرا. الالتزام بيظهر لما مفيش مكافأة. الالتزام يساوي هوية جديدة. انت مش بتلتزم علشان النتيجة، انت بتلتزم علشان تبقى شخص مختلف. كل مرة تلتزم بتقول لنفسك أنا شخص بيكمل. مثال واحد: شخص التزم بالصلاة، بقى منظم في مواعيده. مثال تاني: شخص التزم بالقراءة، بقى تفكيره أهدى وأعمق. مثال تالت: موظف التزم بتعلم مهارة، بقى شخص لا يستغنى عنه. الالتزام بيغير صورتك عن نفسك، وده أخطر وأقوى تغيير. الفصل السادس: كل مرة تهرب بتدرب نفسك على الهروب. الكسل مش عدوك، التعود هو العدو. كل مرة تأجل بتدرب عقلك إن الهروب خيار. مثال: زي شخص كل مرة يقول مش النهاردة، بعد شوية بيبقى ده الطبيعي. والعكس صحيح، كل مرة تكمل بتبني عضلة الالتزام. الخاتمة: خليك فاكر،
مش اللي عنده موهبة أكتر هو اللي بينجح، ولا اللي بدأ بدري، ولا اللي اتحمس أكتر. اللي كمل هو اللي كسب. ابدأ صغير بس ما تقفش، والتزم حتى لو محدش شايفك، لأن في يوم النتيجة هتبان وغصب عن الكل هيشوفوك.